طبعا نقول الأول تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا رئيسنا عبد الفتاح السيسي، وتحيا جيشنا، وتحيا شرطتنا، وتحيا مؤسساتنا، وبلدنا كلها ان شاء الله تبقى في تقدم وتقدم وتقدم. النهارده بعد ما النتيجة الإعدادية طلعت، ان شاء الله بإذن الله مدارس كتير قوي فنية، وكلنا بننصح اولادنا اللي الجيل اللي جاي كله يخش مدارس فنية، وبرضه ثانوية عامة. يعني اللي قادر على الطب والهندسة ودار علوم والكليات القمة قدها وقدود، خش ثانوية عامة. لو شايف نفسك اللي انت مجالك تكنولوجيا ومجالك اللي انت عايز تطلع تتخرج على طول وتشتغل، المدارس الفنية فتحت. والنهاردة في مدرسة الضبعة المتقدمة للتكنولوجيا، مدرسة فنية بتدرس. طبعا انتوا شايفين اللي احنا كل يوم بلدنا بتتقدم، وعايزين شبابنا كلها تطلع تتأهل بعد على طول تخلص الثانوية، تخش على الجامعة وتتعين على طول في المؤسسات اللي رئيسنا بيفتحها للأجيال اللي جاية ان شاء الله. مدارس الفنيه على فكره يا جماعه هي برضو بقت مستقبل معادل برضو الثانويه العامه. طبعا اللي قادر هنقول تاني، اللي قادر يخش طب وهندسه يخش، اللي قادر يخش طب وهندسه يدخل ثانويه عامه. اللي شايف نفسه مجاله اللي هو عايز يشتغل على طول، عايز يشتغل في البلد، عايز ينفع البلد، شايف نفسه عنده مؤهلات اكتر في التكنولوجيا وفي المدارس الفنية. المدارس الفنية كلها فتحت وهتبقى نمبر 1 في الوطن العربي وفي العالم كله. العالم كله النهاردة عايز شغل وعايز تكنولوجيا وعايز فنيات وان شاء الله بإذن الله اللي جاي احسن. المدارس فتحت يا جماعة، وقدموا وانصحوا لكم واللي هم يقدموا في المدارس اللي هي الفنية اللي طالعة جديد. يعني ما شاء الله تبارك الله المدرسة الفنية المتقدمة في الضبعة فتحت التنسيق بتاعها. خلوا أولادكم يقدموا فيها. ونقول تاني تحيا مصر، وتحيا رئيسنا عبد الفتاح السيسي اللي دايما بيطول لنا ببلدنا ودايما باصص على أولادنا ومستقبل أولادنا. تحيا مصر.